أبو محمد، أنتم جبتوا طاري المواضي والقديم نعم. نعم. وشغلت سالفة الكرم والعلوم القديمة والقيم. نعم. وأنا عندي قصة، هي لأنه الآن ترى الكرم اللي الآن يصير، أنت تعرفنا أو يكون عندك، ترى يوم يكرم الرجل وهو ما يملك شيء غير لما يكرم وهو يملك شيء. نعم صح. يعني فهذا السالفة صارت حول يمكن 1925 في المحاري هذه. كان هذا عربان الجنوب الأردن وعربان الجزيرة وعربان هذا العربان الشرقي، كلها ناس احنا البدو طايحين. نعم. ما في يعني الوضع كان مو بزيادة. حتى القمح ما غير من الكرك يتكيل القمح. نعم. وهذا الرجل اللي مسمى كريم الشراتي، الشيخ سلام ابو شتال النعيمي، يسموه كريم الشرا. والله والنعم. والله بك الزود. وهي من شمر يجي 13 دلول من شمر، ودهم الكرك يكتالوا الكيلو القمح المير. نعم. ودهم نعم. ورجعوا يوم جو من القبله، ويوم صار ملفاهم يصير ملفاهم على عرب السلال من النعيمات. نعم. في منطقه الشرا. ويلفوا كانوا عندها هالوجيه. وعقب العشاء ونوخوا، وعقب العشاء نوخوا عقب العشاء تعشوا. يوم الناس كفوا قالوا والله يا ترانا يا ابو شتال احنا ودنا نسرج همه على الكرك، ودنا نقتال القمح. قالت وتهمون الحل. ودهمون الحل. قال الصبح يصير خير ان شاء الله. وبيتوا وفلحوا. ناموا الضيوف وقوموا بشتال ويجمع العرب في بيت بعيد عن الشب. يوم جمعهم قال يا الربع الرجال جو دوروا الكيلة في الكرك، وانتم وش رايكم؟ يعني تعدونا؟ قال لا والله ما يتعدونا، والله ما يتعدونا. ما رجال جاي متعني، ورجال ودهم الكيلو ودهم مصاريهم. رجال ما هم اكيد لا يتعطوا ولا شيء. والله ما يتعدوا عربنا، ما يتعدوا عربنا. هذا ضيوف ما ويا تلاقفوا العدول. طبعا 13 دلول 26 عدل عليه. نعم. ويتلاقفوهن يوم تلاقفوهن وياخذوهن اللي هم النعمات العرب السلام عرب. وياخذوهن وكل قدر حيلته. لما المهم ذهبوهن كامله. ذهبوا. والله الصبح يقوم الرجال يوم قاموا لهم يجهم للكرك. وعقب القهوه والفطور قالوا يا ابو شتال تسمح لنا والله احنا نبي نزهم الكرك. اي والله. قال الله يسهل عليكم يا الربع، بس لكن مشحاكم تغير. قال وش اللي غير مشحاني يا ابو شتال؟ قال والله الحين دربكم صارت ذلوان الديرة حاي. قال عرف الرجال. قال والله الديرة حاي. يوم قاموا الرجال قاموا عند الركاب، يوم جوا عند الركاب ولا العدول ملي. زعم. قالوا يا ابو شتال كم تبى ثمن؟ قال احنا قال انت عارف سواد البدو، ما عمر البدو قال ولا احنا تجار، يعني تجار انتم جايين على التجاره هذه مهمه، لو اني تاجر ما بعتكم. قالوا لا. قالوا يا رجل انت يعني هذا 26 عدل واحنا نعرف الحال من بعضها. نعم. الحال من بعضها. قال والله انكم ما يسولفوها الرجال، يقولوا تعدوا بيت سلام ابو شتال النعيمي، تعدوا للكركم عندي، والله انتم ضيوف وهذا واجب وانتم تستاهلوا، وهي مثل ما هي علينا الضيق عليكم والضيق على الكل. والله الرجال يكثر خيرك ابو شتال، يكثر خيركم. وزهم عند ابو شتال وعلى ديرة حاي، ويعلموا كل ما الفوا عرب يعلموا. يوم وصلوا عند شمر قالوا يا الربع، قالوا شو؟ قال والله يا رجل من عرب وحده 26 عدل. قال والله يا رجل هذا هي فعلا مكلفه ترى. نعم. في الزمان هذاك مكلفه. نعم. قالوا شمر، قال والله عارف رجل من كبار شمر عنده ذلول فيها 5. قال والله غير اليوم تحرك كامل قشته. وعد قال لابو شتال، قال كل ما تمر عرب بيض على ابو شتال قول واشرح قصه ابو شتال. والله. فشوف كيف زمان يا اخي ما في اعلام، لكن حتى السوالف الطيبه والغانمه. عند الغانمين يقدروها. نعم يقدروها. والرجل قال والله غير تصل لابو شتال، غير الذلول تصل لابو شتال في الشارع غير تصل. قال اللي تصلوا
قال هذا مو هو سداد لكن هذه يعني زي ما تقول يعني هديه ورد هديه لها الرجل. هذا الإجابة السالفة على أن الناس كانت يا عمي الرجل يكرم كل ما عنده، وهذا الكرم هو أنك أنت تكرم كل ما عندك. نعم. فأنا قلت سلام أبو شتال أقول والنعم طبعا في كل الشيوخ وفي كل القبائل وزود والعرب كلها كرماء، والكرم متأصل في العرب. أقول لعدوا شيوخ العرب والمعاريف واللي لهم بين القبائل سواتي، محد جهيراء على علوم المناويف، شيخ ملك بالطيب زين الصفاتي، الشيخ أبو شتال صلب وقيف، سلامه بان فعله لبان فعله ثباتي، أخو حمامه مدهل للضيايف واللي حدوا باسمه كريم الشراتي. أخو حمامه مدهل للضيايف واللي حدوا باسمه كريم الشراتي، بحر السخا والجود عون الملاهيف، وزبن الدخيل اللي نووها العداتي، ملعب خصيمه يمصل المراهيف، يسهر عيونه عن لذيذ المباتي، يوم انها شيخة رجال المصاليف ما هي بشيخة مكتسين العباتي. وصحيح يوم انها شيخة رجال المصاليف ما هي بشيخة مكتسين العباتي، يوم السنين الماضيات المهاجيف، ويوم العرب في حال القل وشتاتي، كم من ضعيف جاله يلوعها الحيف، شانت ظروفه من جميع الجهات، هو عنده شمام انتخى واشهر السيف، ودونه بطش بالقوم ذيب الفلاتي، وكم عان ينصوبه لفحاله معيف، من جور ضيق الوقت عاف الحياة. وكم عان ينصوبه لفحاله معيف، من جور ضيق الوقت عاف الحياة، شاف السعد والخير عب التحاسيف، يلقى لزوم الضيف والموجبات، في ذو شيخ ما حسب للمكاليف، طيبه ظهر للناس حلو السمات، مرحوم يا شيخ غدا فعله منيف، مرحوم يا شيخ طواه المماتي، يلا عسى له جنة الخلد تشريف، لجا نهار فيه عد الخطاتي. والله صح لسانك، ويستاهل الابيات، والطيب والكريم دائما يستاهل، والنعم بجميع العشائر، والنعم بجميع شيوخ وقبائل العشائر. ونعم. معنا اتصال احمد القيسي. تفضل اخوي احمد. احمد على الهواء يا احمد. احمد القيسي على الهواء. فقدنا الاتصال، ان شاء الله يعود علينا اخونا الاتصال وهو معنا. الله يسعد مساك وحياك الله ويا هلا وصح لسانك وقواك الله.